اهلا بكم حبايبي مرة تانية في قناة صلح العطل بنفسك. وزي ما وعدناكم الفيديو اللي فات، النهاردة احنا هنشرح طريقة تركيب موتور النشافة في الغسالة النص اوتوماتيك سوني. طبعا الغسالة دي مش من مصر، الغسالة دي نيوها من بره. في مشكلة كانت في موتور النشافة. احنا طبعا فكينا الموتور تمام، وهنبدأ نجرب مع بعضينا وهنعرف ازاي هنركب موتور النشافة خطوة بخطوة. هنبدأ مع بعضينا نلف الغسالة. تعالى من هنا يا باشمهندس. طبعا عندي موتور النشافة هيركب على ادي رجل اهي. حاول يا باشمهندس توضح الدنيا معايا معلش. اللي من الاسلاك بره عندي رجل، التانية التالتة اللي هي جوه اهي، ودي الطنبورة اللي هتركب فيها النشافة. طبعا بعد ما نخلص اكيد اهم حاجة تكب مية، تشوف الألسيد ده بينقط مية كده على الموتور ولا لا. غالبا 99% من دمار الموتور الألسيد. ركز معايا هنا اهو، في ألسيد يا رب يكون واضح اهو. الألسيد ده هو لو باظ هيبدأ ينقط مية والمية تنزل على الموتور، الموتور هيتحرق معايا على طول. فأهم حاجة أول حاجة تعملها بعد تركيب الموتور تختبر الألسيد ده، ومن الصالح إنك تغير على طول من غير ما تختبر مادام غيرت موتور. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة ننيم الغسالة ونشوف هنعمل ايه. طبعا الموتور الجديد هتلاقي معاك 3 أطراف في الموتور، طرف أحمر، الطرف التاني أصفر، الطرف التالت أزرق. طبعا دول فيهم واحد كهرباء واتنين هياخدوا فردة المكثف، وفردة الكهرباء التانية تبدأ تحمل شمال أو يمين عشان تظبط دوران الموتور. طبعا هنا في سهم اللي هو المفروض ان انا اخلي دوران الموتور يبقى في اتجاه السهم ده. طيب انا هعرف ازاي الكهرباء من الاتنين مكثف؟ هنبدأ مع بعضنا هنا نخش على البيان يا رب يكون واضح. قدامك اللي فوق ده ريد، اللي تحت اهو يلو اللي هو الاصفر، تحت منه بلو اللي هو الازرق. يبقى انا معايا الازرق اهو في المكثف الكباستر جاي بين الطرف الريد واليلو، وهنا ايه الكباستر بتاعي مكثف. يبقى انا هناخد البلو الازرق كهرباء. هنبدأ نعمل كده اهو، اربط ده كده وبعد كده هنشوف. طبعا ما تنساش دوران الموتور يبقى بالشكل ده، ويفضل بالشكل ده عشان لو عندك انت الألسيد اللي هنا ده ربط ده كبس، لو ربط هيفرق معاك اتجاه الموتور، مش ربط مش هيفرق معاك. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة. هنبدأ طبعا ده الفرامل اللي هو بيمسك مع الطنبورة. المفروض نخلي السلك والفرامل في نفس الاتجاه، يعني هيبدأ معايا بالشكل ده اهو كده، عشان لما نيجي نركب الموتور بتاعي بالشكل ده الفرامل هيبقى شغال معايا. نبدأ واحدة واحدة مع بعضنا. طبعا في عندي مكان ال3 مسامير اهو. طبعا طريقة التركيب نفس وضع طريقة الفك. اللي ما شافش معانا الفيديو
في الفك. طبعا احنا فكنا من غير ما نصور، بس حبينا نديكم فكرة عن تركيب الموتور وقواعده. طبعا الفك سهل، مادام شفت طريقة التركيب هتعرف تفك وحدك. طبعا ادي مسمارين، والتالت نفس النظام هيركب معايا هنا. هنبدأ ادي المسمار التالت اهو، هيبقى بالشكل ده. طبعا للي مش عارف ايه اللي احنا ركبناه فوق الموتور ده، الطنبورة دي دايرة دي اسمها طنبورة. القطر ده بيبقى بيلف هنا، بيركب هنا وبيلف هنا. الحتة دي لما احنا بنفتح الباب فوق، فالباب بيرخي معاه الشداد، بنقفل الباب يروح ساحب معايا كده، فبيعمل ايه؟ بيفتح. لما بيرخي كده بيحمل على الفرامل، بيفصل فوق بيحمل معاه على الفرامل، فبيوقف النشافة عشان عبث الأطفال، عشان لو طفل فتح النشافة وهي شغالة ما تعملوش إصابة، مش أكتر من كده. هنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة نركب الموتور. اهو بالشكل ده. هنجيب المسمار. طبعا في عندي ودنين هنا اهو لو تلاحظ شايف اهي طلعت من فوق، ونفس النظام هنبدأ نربط المسمار معاه. احنا ايه بس هنشبط تشبيط كده بحيث ان احنا نقدر نثبت الموتور مش اكتر، وبعد كده هنبقى ايه نربط مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا دي اللي هي جزء من الطنبورة، طبعا طلعت مع الموتور القديم، فاحنا المفروض ان احنا نركبها اهو بالشكل ده. يعني حضرتك بص برضو عشان تبقى الامور واضحة معاك، هنسحب الموتور تاني اهو. المفروض تركب هنا اهي بالشكل ده اهي. طبعا في مكان مسمار هنا اهو بيربط عليها، فاحنا هنخلي دي كده اهو، وهنبدأ نركب عليها ايه الطنبورة بتاعتنا بتاعة الموتور اهو بالشكل ده كده.
طبعا بعد ما ركبنا الموتور بالشكل ده هنبدأ نظبط موضوع الفرامل. كده الفرامل ركب مكانه عشان وهو الباب مفتوح الدنيا هتمشي معايا. طبعا كده قاعد معايا المسمار اللي هو بيربط الطنبورة بالموتور نفسه. يفضل ان تكون الغسالة واقفة وقفي مش نايمة في رباط المسمار ده عشان نضغط على النشافة سنة تحت عشان تتأكد ان الموتور راكب في الطنبورة للآخر معاك اهو بالشكل ده. كده انا راكب معايا كده انا الموتور ركب معايا. فاضل اطراف السلك هنشوفها مع بعضينا. كده احنا جرطنا على المسمار بتاع الطنبورة. هنيجي قادر نراجع مع بعضينا اطراف السلك. طبعا دي فردة مكثف ودي فردة المكثف التانية اهي. وده السلك الارضي اهو هيركب هنا بالشكل ده كده اهو الفتحة دي. هنبدأ نشوف اطراف الكهرباء مع بعضينا. هنبدأ مع بعضينا. اول حاجة هنقشر السلك ده اللي هو مكان النشافة اللي هو ده اللي مديني الكهرباء. ده طبعا الطرف بتاع الكهرباء اهو. هنبدأ ندي طرف الكهرباء اللي فاكر معايا قلنا طبعا الطرف الازرق اهو ده بتاع الكهرباء. كده هيفضل معايا فردتين المكثف، واحدة هنا اهي والتانية مفروض لفردة المكثف التاني اهي بالشكل ده. فاحنا طبعا هنجرب مع بعضنا هنشوفه هو بيلف شمال ولا بيلف يمين. ركز معايا هنا المفروض يلف معايا الناحية دي كده على اتجاه السهم. هنجرب مع بعضنا وبعد كده نرجع نرمم السلك بتاعنا ونقفل ونشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. احنا طبعا الطرف الازرق على 220 وخدنا الطرفين دول. هنشوف الموتور هيلف معايا انهي اتجاه. هنبدأ نعمل كده ونسمي بسم الله. طبعا لو الغسالة لفت معايا كده انا عايزها تلف الناحية دي. لو لفت معايا العكس بالطريقة دي يبقى هنبدأ نبدل السلكيتين دول. دي واخدة كهرباء اللي هي طالعة فوق اهي فبتديني كهرباء مع التايمر، ودي اللي هي بنسميها كباستر ميت او مكثف ميت طرف ميت بس واصل طبعا للكباستر. لو لقينا الاتجاه عكس في اللف هنبدل الاطراف دول، ده نجيبه هنا وده نجيبه هنا. نبدأ نسمي بسم الله. طبعا لفت معاه في نفس الاتجاه اللي انا عايزه. اهو طبعا النشافة فوق معايا اهو بالشكل ده.
طبعا الغسالة دي كده من الواضح ان فيها عندي مشكلة في موضوع الفرامل، لان انا مجرد ما فتحت الباب، افتح الباب كده يا باشمهندس وخليك معايا. بص الفرامل بيعمل ايه معايا. الفرامل بدأ يحمل معايا تحت، نزل يا باشمهندس، رجع معايا تاني، كمان تاني مرة يا باشمهندس، ركز، شايف الفرامل بدأ يحمل معايا، انزل يا باشمهندس بالباب، فرامل رفع معايا. طبعا دي في مشكلة عندي، لان المفروض مجرد ما انا نزل معايا هنا الفرامل تفصل معايا كهرباء، لكن من الواضح ان هي مش فاصلة كهرباء، في مشكلة عندي في السويتش فوق. فطبعا كده دي طريقة تركيب النشافة. تبدأ تلم السلك ده وترمم الدنيا دي. طبعا مش تنساش الغلاف البلاستيك اللي بيبقى على السلك واقي، وما تنساش تشوف موضوع الأولسيد، لأن لو الأولسيد بينقط مية على الموتور هيحرق لك الموتور في أيام، في غسلة واحدة يكون حارق الموتور. طبعا احنا فصلنا الكهرباء، هنبدأ نرمم السلك ده مع بعضينا ونشوف طريقة الترميم مع بعضينا. طبعا ده الطرف اللي خد ال 220 معايا، هنبدأ نرمم بالشكل ده كده اهو. طبعا اذا كنت فني او صاحب غسالة ما تبخلش بالسولوتيب في اللحام، وفي نفس الوقت برضو ما تعملش لوكة لحام كده كبيرة، يعني المعقول اللي هو لا نسيب السلك جزء منه عريان، ولا ان انا نكون بلاستر بشكل يكون بشع. طبعا هنعمل كده. طبعا الكباستر ليه مكان اهو بالشكل ده، وتبدأ تلم السلك بتاعك. طبعا تشيل دي كده، وبعد كده تبقى ايه، بعد ما نلم السلك كويس خالص هنبدأ هنشيل الكباستر كده بالشكل ده، نخلي الكباستر خارجي كده معايا بره، وهنلم السلك بتاعنا. طبعا هتركب السلكايه بتاعت الارض هنا مكانها، تمام. اهم حاجة نظافة الشغل. طبعا ان شاء الله لنا حلقة عن الضفيرة، عن كل سلكاية في الغسالة هنشرحها واحدة واحدة مع بعضنا ان شاء الله. قريب خالص هنعمل لكم حلقة عن جميع اطراف الغسالة النص اوتوماتيك. طبعا الغسالة دي اطرافها كتير، لها سلك كتير، كمية سلك غريبة، لكن هي بسيطة جدا وسهلة، بس هي عايزة تفهم مش تحفظ. لو انت فاهم هتعرف تشتغل، لو انت حافظ مش هتعرف تشتغل. طبعا السلك كله معزول معايا، بس احنا زيادة امان لازم ندي كيس بلاستيك كده عشان لو في تسريب ميه ولا حاجه ما يعملش معايا اي مشاكل. هنبدا نلم السلك ده بالشكل ده اهو، ونركب الكباستر بتاعنا ايه مكانه. طبعا ده كباستر مجوز مش فرداني، يعني احنا لو بصينا هنا اهو هنلاقي 4.5 مايكرو فراد، ده
اللي هو الموتور النشاف. 14 ده موتور حوض الغسيل. نبدأ نركب كده، وعشان ما نطولش عليكم في الفيديو طبعا هتبدأ تقفل الظهر ده زي ما كان. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن طريقة تركيب موتور نشاف الغسالة النص اوتوماتيك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش لو كنت لغاية دلوقتي مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.